مشاهدي قناة أحداث ومعلومات، سوف نأخذكم اليوم في جولة كي تتابعوا جديد الحقائق والمعلومات، فكونوا معنا. اليوم سنخبركم بقصة رجل لقبه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه شبيه يوسف عليه السلام، إنه عبيد بن عمير، فإنه عرضت عليه الفحشاء من امرأة جميلة، ولكنه خاف ربه وامتنع عن الوقوع في الفاحشة كما فعل سيدنا يوسف عليه السلام. فتعالوا بنا لنعرف ماذا دار بين عبيد رضي الله عنه وبين هذه المرأة الجميلة التي أرادت أن تغويه وتوقعه في الفاحشة. عن الإمام العجلي قال: كانت امرأة جميلة بمكة، وكان لها زوج، فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة، فقالت لزوجها: أترى أحدا يرى هذا الوجه ولا يفتن به؟ قال: نعم. قالت: من؟ قال: عبيد بن عمير. قالت: فأذن لي فيه فلا أفتنه. قال: قد أذنت لك. فأتته كالمستفتية، فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام، فأسفرت عن وجهها، فقال لها: يا أمة الله اتق الله. فقالت: إني قد فتنت بك، فانظر في أمري. قال: إني سائلك عن شيء، فإن أنت صدقت نظرت في أمرك. قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. فقال لها: أخبريني، لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو أدخلت إلى قبرك فأجلست للمساءلة، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين أتأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو أردت المرور على الصراط ولا تدرين تنجين أم لا تنجين، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو جيء بالموازين وجيء بك لا تدرين تخفين أم تثقلين، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. فلو وقفت بين يدي الله للمساءلة، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. ثم قال لها: اتق الله يا أمة الله، فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. فرجعت إلى زوجها، فقال: ما صنعت؟ فقالت له: أنت بطال ونحن بطالون. فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة. فكان زوجها يقول: ما لي ولعبيد بن عمير، أفسد علي زوجتي، كانت كل ليلة عروسة، فصيرها راهبة، فسبحان من يكون في زماننا هذا مثل عبيد بن عمير. فللأسف نجد الشباب في زماننا هذا هم من يبحثون عن الزنا، ويتمنى أن يخلو بامرأة وتمكنه من نفسها، ويتمنى أن يقع في الفاحشة، ولكن لا يعرف هؤلاء الناس أن عقاب الله شديد، فعلينا الحذر من لقاء الله تعالى. نجانا الله وإياكم من الفتن ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذا أعجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر سبسكرايب للاشتراك في القناة، ثم اضغط على زر لايك للإعجاب بالفيديو، ولا تنسى أن تشاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة على الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة أحداث ومعلومات.